السلام عليكم. تحية طيبة لكل متتبعي وقتاش تيفي أينما حللتم وارتحلتم. أنا الآن أتواجد بمدينة خريبكا في هذا المشهد الإنساني الذي أنتابني من أجل أن أتطرق لهذا الموضوع اللي كما تشاهدوا الآن عبر هذا البث المباشر من قلب الحدث ومن عين المكان. فيتواجد الآن معي جوج الأشخاص. هذا الأخ اللي هو كتشاهدوا الآن فهو من أحد الباعة المتجولين بمدينة خريبكا، اللي هو داخل في واحد الإضراب مفتوح للطعام، وكاين الصديق ديالو، كاين احد الاصدقاء ديالو ايضا كيتواجد معاه في عين المكان. اذا على امل ان شاء الله الرحمن الرحيم. فمعذره فخوتي معذره، فكتمشي الكونيكسيون كتمشي وتجي، فمعذره. فأملي إن شاء الله من خلال هذا البث المباشر على أنه يلقى واحد الصدى من طرف المسؤولين المهتمين بالسوق النموذجي بمدينة خريبكا. والأخ المسمى عبد الرحيم هو هذا اللي غادي يحكي لنا على الأوضاع ديالو اللي خلاته على أنه يدير هذا الأمر ديال الإضراب والدخول في إضراب عن الطعام. وبطبيعة الحال التصريحات ديال الأخ عبد الرحيم فهو بطبيعة الحال يتحمل المسؤولية ديالو في الكلام ديالو اللي غادي يجي على اللسان ديالو. حنا كنوصلوا غير الرسالة اللي تنتمنوا إن شاء الله الرحمن الرحيم على أنها توصل بالشكل الصحيح. إذا غادي نحاولوا، واخا هو الآن راه في الحالة كما تشوفوا تحت الأشعة ديال الشمس. فالأخ عبد الرحيم الآن عبر بث مباشر عبر وقتاش تيفي، اشنو تتقول لنا حول الوضعية اللي خلاتك على أنك تلجأ لخوض هذا الإضراب؟ من الناس المقصية من السقنا مباشر مشى ليا حانوتي ثم كنشكي بلاتي غيكون الحل، بلاتي غيكون الحل، ثم كنجي كندوي على حوايج مرات كيساطرني الحبس. جيت العواشر هادي ما ترزق الله، عندي دوايات، عندي هاد الكينه هادي كتجيب الدم، خاصني ما نقطعهاش. دابا 5 أيام ما شربتهاش، 5 أيام ما شربتهاش. والبداية ديال الإضراب مناش بدا تقريبا؟ بديت من نهار الجمعة، فات الإرسال ديال من نهار الجمعة. جيت ونترزق الله كراريسة، جاو داو لي السلعة ديالي، أنا ما كنطالب السلاسل، كنطالبها بحانوت اللي مشى ليا. فكما تشاهدوا الأخ عبد الرحيم فهو يعجز على أخذ الكلام صراحة. والبداية ديالو فهو راه ما تيطالبش الشيء الكثير وما تتهمش أي جهة معينة، إلا أنه كيطالب بأنه يستافد من سوق نموذجي إسوة، ياك أخي عبد الرحيم، إسوة بباقي الإخوان البيع والشرايات. لا، انا داير عمليه ديال القلب، حيت واحد المراه عليا الظروف ديالي. انا بوان عطانا حانوت سوق نموذجي، سيدنا الله يخلي لينا، الله يشافي لينا. امين. هاد الناس الدوليه وفين ما كنجي بغي نترزق الله كيديو لي السلعه. جيت ثاني نهار الخميس ديو لي السلعه، فين ما كيديو لي السلعه كنمشي نهز الكريدي. واش الحالة العائلية ديالك؟ عندي جوج وليدات مطلق، عندي امي مريضة كبيرة بزاف، عمرها ما عرفت كدا 70 عام، انا اللي كنصرف عليهم. عندي مصاريف ديال امي بسببي انا، بسبب هاد الناس هادو عواج ليها فمها وعينها تسدات. عندي الترويض، عندي حصة 100 درهم في النهار ديال امي، عزيز الوليدات القرايه العيدات والعواشر.
ما كنطالبش وانا عندي 1000 درهم الويات في السيمانه، خاصني 1000 درهم. شاري لي هاد الكينه خاصني ما نقطعهاش، دابا انا 5 ايام ما شاربهاش. هاد الناس هادو انا كنطالبها بحانوتي. وكاين شي وعود مثلا من اجل احداث مثلا شي سوق نموذجي مثلا كانوا الحوانت هادو عمرو، واش كاين مثلا شي فضاءات اخرى اللي تقدر مثلا تصبر واحد المده معينه مثلا ويجيب الله تيسير في مكان اخر؟ 7 سنين 2019 والوين كيقول كاين الحل من 2017. من 2017 فين ما كاين شي كيديو لي السلعه ديالي، انا كنطالب بالحانوت ديالي. ف اخ عبد الرحيم فما كيستطاعش على انه يكمل الحديث والرساله.